أسامة الشرقاوي المنسق العام لفريق نادي أصحاب الجياد، إيه رأيك في الإنجاز تقول يعني الإنجاز اللي حصل من فريق نادي أصحاب الجياد؟ والله بقول الحمد لله على الإنجاز ده وكان حلم لي شخصي، يعني إن أنا أصعد للمحترفين. أنا صعدت مع البنك الأهلي من الممتاز ب للممتاز أ، وصعدت مع الجياد من الممتاز أ للمحترفين. حاجة تتحسب لي يعني، إن أي مكان الحمد لله ببقى متواجد فيه الفريق بيبقى بيصعد ويبقى فيه انتصارات الحمد لله. واللعيبة زي ما أنا كتبت على صفحتي، لعيبة رجالة وجدعان، وانا واحد من الناس بعترف ان انا كنت رايح لهم. مش هقول مش راجل ومش جدع، يعني كانت في حاجات كبيره، يعني الواحد كان بيكره اللي ماشي جنبه في الشارع. انا بتكلم بصراحه والله، رحت للناس دي اتعلمت منهم الرجوله والجدعنه. وطبعا استاذ محمد العزيزي ليك فضل كبير بعد ربنا، اللي انت اللي جبتني الجياد بعد صراع كبير. الحمد لله بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني، كابتن وليد وكابتن مني وكابتن حسام. وبجد يعني مبسوط جدا ان احنا صعدنا، ومبسوط ان انا شغال مع الناس دي يعني بصراحه يعني. استاذ اسامه، انت اشتغلت في اكتر من فريق كمنسق اعلامي. ايه الفرق بين نادي اصحاب الجياد واي فريق تاني او اي نادي تاني انت اشتغلت فيه؟ بص يا استاذ محمد، عشان انا اشتغلت في البنك الاهلي واشتغلت في الجياد وحاليا مع الاتحاد المصري لكره اليد. يعني اقول لك انا التنوع في ايه. الشغل في البنك الاهلي كانت فيه شويه مشاكل وشويه معوقات وما ننساش برضو فضل الكابتن صلاح رامبو، ان هو اللي دخلني في مجال المنسق الاعلامي الهاندبول. هو اللي بدا الحكايه دي، لاني بصور وبتاع، لكن انت تمسك. حصلت شويه مشاكل، لكن في الجياد بتفرق ان الناس مش واخداها جد قوي يا كابتن استاذ محمد، مش واخدينها غياب وحضور وتعالى ومش تعالى اولا. ثانيا الجياد وشه حلو عليا. اول ما اشتغلت في الجياد ربنا كرمني وخطبت حاجه جديده، ربنا كرمني وجبت كاميرا كويسه. يعني في حاجات كويسه في الجياد، والناس جدعان قوي يعني. اللعيبه ولا سواء الجهاز مفيش فرق. اتكلم بصراحه والله العظيم ما في فرق بين اللعيب والجهاز، ما تحسش. وانا بقولها بصراحه، لعيبه الجياد لو ركزت تخسر. اللعيب الوحيد اللي في مصر او الفرقه الوحيده اللي في مصر اللي لو ركزت هنخسره. ما ينفعش يركزوا، ما ينفعش الجهاز الفني يقفش ويزعق والكلام ده. ما شفتش انا بصراحه. لما بتحصل مشكله بتتلم بالراحه كده، وربنا يخلينا الكابتن ماني استاذ في اللم يعني. القصه تخلص مننا تتلم في دقيقه. هو ده اللي منجح الفرقه دي واللي مخليها تنافس. استاذ اسامه، شعورك ايه لما بيبقى الفريق خسران وانت واقف على الخط مش عارف؟ احساسك ايه؟ احساس اقول لك، كان في ماتش المعادي اللي فات كابتن ماني شافني، انا كان فرق 3 للمعادي وفاضل 6 دقايق. كنت انا ماسك الكاميرا وكان السلم كده، فمره واحده حطيت الكاميرا كده وحطيت الكاميرا وقعدت على السلم. مين اللي شافني من هناك؟ كابتن ماني راح رن عليا قال لي قوم اقف احنا هنكسب. يعني فاضل 6 دقايق. هو شافني من هناك، قعدت حطيت ايدي على دماغي. اول ما هو شافني رن عليا قال لي قوم اقف هنكسب. قلت له خلاص يا كابتن. قمت وقفت والله، وانا بصدق كابتن ماني وحاسس بيه يعني. ما فيش، الحمد لله من عند ربنا. كابتن وليد السيد ذكاء اخذ وقت مستقطع، بعديها كسبنا خلاص الماتش فرق 3. وشعورك شعورك ايه بعد ما صفر الحكم اخر صفاره نهايه المباراه بتاعه الداخليه اللي بيها تاهلت رسميا لدوري المحترفين؟ لا، هي مش بعد الصفاره، هي قبل المباراه ما تنتهي ب5 دقائق كده. حمدت ربنا الحمد لله، وكنت مش هقول لك اسعد الناس، كلنا كنا مبسوطين والناس. بس لما بتشوف الفرحه في عين زمايلك وفي عين الناس وفي عين ناس كتير تعبت، وفي ناس لا كان الواحد مبسوط بجد. وانا مش كنت مبسوط لنفسي طبعا، انجاز اتحسب ليا. واتبسطت اكتر لما عرفت ان احمد عاصم جنيد رئيس النادي هديه قيمه عمره واحد نفسه فيها. ومش هنسى برضه استاذ اماني عباس، دعم كبير، واستاذ علي عثمان. يعني ناس بصراحه يعني بتسهل كل الامور للفرقه عشان تنجح. والرجاله يعني ردوا الجميل. عارفين اسامه الشرقاوي بتاع الابتكارات والاختراعات وكل ما هو جديد. ايه الجديد اللي انت عملته وايه الجديد اللي بتامل ان انت تعمله الفتره الجايه؟ الجديد الحمد لله ان فكرتي بتاعه البث المباشر الاتحاد المصري شغال عليها حاليا. انا بدات بالظبط الفكره دي في مباراه كاس مصر، كانت بين نادي اصحاب الجياد وطنطا في شبين.
الفكره جات لي كنت بتفرج على الثوره السوريه، فعايز اعرف الناس في سوريا بتنقل ازاي البث المباشر ده في دمار وموبايلات وبتاع. فدخلت قريت وعرفت ان ايه، ان في لايف ستريم جاستن تي في، التلفزيونات دي بتعرف تجيب بث منه مباشر وكله مجاني يعني. مش كانت القصه، كانت في ناس بتساعدني طبعا في كروت الشحن في الاول، كانت الظروف كانت الظروف ايه وحشه. بدات اذيع المباريات. اشتغل بعديه نادي البنك الاهلي، اول ما شاف اسامه الشرقاوي بقى ذاع النادي البنك الاهلي اشتغل ورايا على طول، ذاع مباشر على طول. اشتغل الاتحاد المصري لكرة اليد. القصه مش قصه فلوس وقصه امكانيات، هي الواحد لو عنده فكره بيعملها، بتتنفذ فكره بسيطه، بتتنفذ بتعمل شيء جميل. ربنا بقى نعم علينا بالابتكارات والافكار دي. ولسه في حاجه جديده ان شاء الله في المحترفين. انا عارف ان المحترفين بيبقى فيه تلفزيون والاتحاد المصري لكره اليد بيذيع الماتشات مباشر، بس انا بوعد الناس ان في حاجه جديده في المحترفين اول ما اشتغل لسه هتتعمل. الناس برضه هتقلدنا وانا بتبسط ان الناس بتقلدني، حاجه كويسه. الناس عارفه ان اسامه بدأ في الاول، انا هعمل حاجه جديده والناس تقلد برضه زي ما احنا بنتعلمه من الناس برضه تتعلم مننا وتقلد، مش عيب. اشتغل عنك اسامه ان انت دايما قبل المباريات المهمه بتعمل لقاءات مع الجماهير في الشارع. ما احكي لي كواليس اللقاءات دي. بص، هي اصعب لقاءات بتتعمل اللقاءات اللي في الشارع. السنه اللي فاتت عملت لقاء كان مباراه البنك الاهلي واصحاب الجهاد، وكان في تاتش كبير، وكانت اول مباراه بعد الايه، بعد المشكله. فعشان الناس بس اللي بتقول اسامه الشرقاوي بتاع مشاكل، فانا عايز احتوي الامور. فاحتويت الامور ازاي؟ نزلت الشارع عشان بس ما نكونوا منصفين، مش الناس قوي يعني فاهمه يعني ايه هاندبول، مش فاهمين يعني ايه بنك اهلي، ومش بنك اهلي عارفين ان هو بتاع فلوس بس، ما فيش بنك اهلي هاندبول. والجياد يعني ايه، قليل يعني. بدات ايه، انت عايز توصل رساله للناس اللي قاعده بتسخن الدنيا على الانترنت وبتقول ده هنكسب 10 ونكسب 18 وهنضرب وهنكسر وهندجج. كانت الفتره كلها ماشيه كده. عملت صفحه اسمها ايه، ده للتعصب. بدات الصفحه عايز الناس تسمع، عايز حاجه تخلي الاجواء مختلفه. جبت الناس من الشارع، واحد ميكانيكي، واحد سواق توك توك، واحد كذا. اول كلمه بقول احنا اخوات ورجاله واسكندرانيه زي بعض، الماتش يخلص نسلموا على بعض ومش عارف ايه. وكل واحد قال اتمنى ايه، اتمنى الفوز للبنك، اتمنى الفوز للجهاد. عملت شيء جميل والناس اتبسطت وكله بقى يتكلم. شفت التقرير اللي من الشارع، شفت اللي من الفرن، شفت اللي من الناس اللي هي بجد شقيانه اتكلمت عليكم كويس، قالت ان انتوا لازم تبقوا رجاله واحنا اخوات. انت كلعيب هتحس بايه؟ انت كلعيب شفت الناس دي بتضحك، الواد اسامه عمل شيء كويس مش عارف ايه، ونضحكوا. وعدت المباراه الحمد لله والدنيا بقت تمام. المباراه اللي فاتت عملت برضو نفس التقرير، بس كان تقرير ايه، كان اصعب شويه. التقرير كان اصعب، بس اتكلم بصراحه، كانت الناس عارفه، الناس عرفت نادي اصحاب الجهاد. يعني الناس بدات تعرف نادي اصحاب الجهاد هاندبول. الصفحه برضه عامله شغل كبير، 2 مليون مش قليلين، معظمهم شعب سكندري. الناس عرفت، بقت تقول له نادي اصحاب الجهاد عنده ماتش مهم، بقى يتكلم ويقول. ودخلت مناطق مع، لو انت اتفرجت على التقرير، بروم واثنين قاعدين مع بعض، المنطقه اساسا ما ينفعش تخش فيها كاميرا، بس الناس عبرت عن رايها، قالت ان في هاندبول، يعني في رياضه ماشيه، في حاجه كويسه.